شكرا لسماحة الشيخ على كلمة العقل والحكمة، وشكرا لصديقنا الأستاذ أكرم على مواقفه والشجاعة وعمله الدؤوب في سبيل خدمة هذا الوطن وخدمة المنطقة. مؤكد للجميع أننا لا نجتمع يوما إلا من أجل الوحدة، من أجل وحدة الطائفة أولا ومن أجل وحدة الوطن. نأسف أشد الأسف لما يجري في سوريا، في كل سوريا، ونقول لأهلنا في جبل العرب نرفض رفضا قاطعا الاقتتال فيما بينهم ومع جيرانهم. نؤكد لهم على وحدة سوريا، على وحدة الأرض والشعب، ونستنكر أشد الاستنكار عملية الخطف والاختطاف، لأن الخطف لا يؤذي إلا أصحابه. نتمنى أن تنتهي هذه المهزلة المضرة بالجميع، ونتمنى لسوريا الاستقرار والهدوء ودوام العزة. وشكرا لكم جميعا على المشاركة.